الله وبركاته. حبيب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. السبانخ اللي احنا فرزنا عملناها امبارح، يعني بقيت الفيديو ده، يعني الفيديو الاولاني عملنا السبانخ اهي، فرزناها اهيت اهي، خضرة وجميله اهي. حطيت لها شويه شبت على كزبره اهي، دول اللي انا عملتهم امبارح. ودي انا مفرزاها من زمان، بقالها حوالي تقريبا 10 ايام في الفريزر اهي. بس طبعا هي متجمده، انا مش عارفه اطلع منها حاجه اهي. قربي شويه، خضرة اهي اهي قربي شويه اهي. ايوه اهي خضرة اهي اهي، زي الفل. متجمده اهي، بعد ساعه بحالها اهي، زي الفل اهي. ده اللي انا مفرزاها اهي. قشر البرتقال ده، عندنا البرتقال ده بقى اختي وحبيبتي طلبتها مني، فانا طبعا ما اقدرش اتاخر عليها لان هي حد غالي عليا والله. فان شاء الله هنستعمل. انا عملت شويه عشان طبعا ما اطولش عليكم الفيديو. انا جبت غسلت البرتقال ونشفته كويس، وبشرت كام واحده همت، وهكمل معاكم بقيه اللي انا هكمله ده علشان بودر، نعمله بودر للبرتقال، بودر برتقال بيتعمل منه كيكه. نحط منه مع الكيكه، بيديها ريحه حلوه. لو عايزه مثلا بتعملي اي حاجه كده وتحط فيها معلقه، هو بدل الفانيليا او زي الفانيليا يعني. فبنستخدمه في الكيكات، بنستخدمه في اي حاجه احنا محتاجين فيها ريحه البرتقال. بنعمله بالمبشره كده اهو، وبعدين بنحطه على رف التلاجة. بينشف تقريبا 4 ايام 5 ايام. بنبص عليه على طول وبنقلبه كده وكده، وما نحس ان هو نشف وخرفش كده في ايدينا بقى نقدر نطلعه. لو في شمس عندنا في بلكونه، تكون مكان نضيف كده، نحطه ونغطيه بفوطه ولا حاجه وينشف. لو ما فيش ومشغلين فرن البوتاجاز، نقوم طافيين الفرن وحاطينه هو ينشف، ما فيش لحظات واحده يعني، لحظات بسيطه ونطلعه، لانه ما بياخدش وقت وبيبقى طالع من التلاجة ناشف اصلا. فعشان ايه ما يبوظش مننا ويسمر. انا ممكن اقول ننشفه في الشمس وكده، بس في الشمس بيسمر، بيبقى غامق. لكن هو في التلاجة كده، ما بنشفيه في التلاجة بيفضل بريحته وبشكله وكل حاجه، وفي نفس الوقت مكان نضيف يعني ايه، ما بيبقاش فيه حاجه مش كويسه يعني، ولا تراب ولا حاجه يعني. هي دي طريقتي في عمايل بودر البرتقال، اسهل طريقه. وفي نفس الوقت انا ما بستعملش القشر الابيض اللي زي ده كده، بيمرر. انا باخد ما بتكاش عليه قوي اهو، علشان ما ياخدش القشر الابيض، مع اني مش عاوزاه يعني، بيمرر معايا. وبعد كده انا برضو هقطع البرتقال ده قدامكم وهفرزه معاكم، يبقى احلى برتقال. تحط شويه معاه شويه جزر، احلى عصير برتقال تشربيه ان شاء الله. فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه واللايكات بتاعتكم والكومنتات الجميله اللي جابرين خاطر بيها، يا رب ما تحرمش منكم ابدا حبايبي كلكم كده. ربنا يسعدكم ويبارك فيكم يا رب، كل اخواتي وحبايبي. لايكاتكم الجميله دي فرحني، وكلام كله انتوا بتقولوه لي برضه بيفرحني وبيسعدني بجد والله. انا سعيده بيكم جدا جدا جدا، وان شاء الله نبقى مع بعض على طول ان شاء الله يا رب. اهو كده خلاص اهو كده القشر ده حطه بقى في التلاجة. وبعد كده انا عندي برضو كمية تانية هكملها برضو عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بس اهو ده كده القشر اهو، حطه على المناديل، يتحط في رف التلاجة بينشف وبيبقى زي الفل. وبعد كده بنضربه في الكبة يبقى بودر. ويا رب يصلح ما بين ايديكم جميعا وما تحرمش منكم. وشكرا. اهو في حاجه كمان انا برضو نسيتها، قشر اليوسفندي ده انا ما برميهوش، انا ما برميش قشر اليوسفي ده خالص اهو. وحتى انا ما بغسلوش برضو، بس بنشفه بنضفه كويس وبروق عليه حلو جدا، ما فيهوش اي حاجه وحشه اهو. وده بفرزه زي ما هو كده، نغسل منه الفراخ والسمك طول الصيف. ده احلى حاجه للسمك والفراخ.
ما بيسيبش اي زفاره خالص ولا اي ريحه وحشه خالص خالص خالص. حتى انا موجود عندي في الفريزر اهون برضو، هوريهولكوا كمان اهو متفرز جاهز عشان تشوفوه اهو. يعني انا ما برميش الحاجات دي كلها. اهو ده انا مفرزاه من بقاله فتره برضو. كل ما بجيب حاجه الاقي قشره يوسفندايه حاجه طبعا نضيف، بروق عليه وامسحه ونضفه جدا اهو، وعينه في الفريزر لغايه ما يجي بقى الصيف وكده. اغسل منه السمك، اغسل منه الفراخ، اعمل منه الصابون، اغليه كده واسلقه زي بدل اي زي قشر الليمون كده، واعمل منه الصابون البلدي اهو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا الاشتراك ودعواتكم الحلوة لأبويا والأم بالرحمة والمغفرة، وولاد أخويا وجميع أمواتنا، ويشفي مرضانا ويشفي مرضى المسلمين يا رب. كل عام وانتم طيبين حبايبي.